بابجي بابجي بابجي. ايه يا جماعه، مفيش غير بابجي؟ كل الاسئله عن بابجي 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 بابجي. ده مبقاش فيديو اسئله، ده بقى فيديو بابجي مخصوص عشان ننهي موضوع بابجي ده. يا جماعه انا مش بجرب بابجي موبايل على اي جهاز، بعمل له بنش مارك لاكتر من سبب. اول سبب انها مش متطلبه نهائي، فما ينفعش اخدها مقياس لحلاوه اداء الجهاز. تاني سبب ان مشاكلها مع المحاكي كتير، وكان ليا تجربه زفت معاها ايام مراجعه الكيسه الاتش بي 705 جي 1. كنت اجي اخش الماتش الاقي وقت الانتظار وصل للربع ساعه، وفي الاخر ما بخشش وبفضل في اللوبي. وقبل ما تقول لي كان ليها حل، انا جربت كل الحلول وما نفعتش. تالت سبب وهو ان اللعبه نفسها مش مستقره حتى على الموبايلات، مهما كان الموبايل جامد برضه هتهنج. وعشان اجيب لكم من الاخر، محاكي جيم لوب وبابجي موبايل تحديدا بيشتغلوا مستقرين باداء كويس على معالجات الجيل الثالث من انتل وانت طالع، حتى لو ما عندكش غير كارت الشاشه الداخلي برضه هيشغل، لان المحاكيات بتعتمد وبتتطلب على البروسيسورات بشكل اساسي اكتر من كارت الشاشه. انا مشغل كول اوف ديوتي موبايل على جيم لوب على بروسيسور اي 5 جيل رابع وكارت شاشه جي تي 710 اللي هو نفس اداء الانتل الداخلي تقريبا. اللي ما يعرفنيش، انا كمبيوترانجي احمد وحيد، وبقدم محتوى عن عالم البي سي والتجميعات، وبعمل من المحتوى ده اتنين: يا فيديو هدفي الاساسي منه اديك معلومه تفيدك، او فيديو ترفيهي في نفس المجال، او فيديو اسئله زي الفيديو ده. فما تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، ولو انت بتتفرج على الفيسبوك فاعمل شير ولايك للفيديو. ما تنساش تخش على التيك توك بتاعي، هتلاقي فوق ال 50 فيديو فيهم حاجات فعلا هتفيدك. كل اللينكات تحت في اول كومنت. ده فيديو اسئله ومش مجرد رغي، لا ده فيه اسئله باجابات فعلا هتفيدك. نبدا باول سؤال: ايه رايك في الزد 440 مع كارت الجي تي اكس 1060 نسخة 3 جيجا مع العاب تقيلة زي فيفا وسبايدر مان؟ وشكرا. الكيسة دي ليها مراجعة قريب، بس برضو خليني اقول لك ان البروسيسور بتاعها اداؤه تحفة، ومع كارت زي الجي تي اكس 1060 نسخة 3 جيجا هتبقى ممتازة جدا في الالعاب، ولو حطيت ار اكس 570 ار اكس 580 هتاخد اداء اجمد. السؤال الثاني: ايه رايك في كارت الجي تي اكس 1060 نسخة 6 جيجا على كيسة زد 230؟ هيبقى في نسبة عنق زجاجة بينه وبين البروسيسور اللي هو الانتل زيون اي 3 1225 فيرجن 3 ده لو الكيسه بتيجي بيه. السؤال الثالث، وهو الصراحه مش سؤال بس كنت عايزك تعمل مراجعه على كيسه اتش بي 705 جي 4 فيها بس الكارت الداخلي بتاعها بتاع المعالج الرايزن 5 2400 جي، عايزينك تقول رايك. ككيسه فهي مش عمليه لو انت شخص بتحب التطوير، سواء كانت ميني ديسك توب او مايكرو تاور، ومش هتسمح لك غير بتركيب كارت شاشه لو بروفايل. وبالنسبه للكارت الداخلي اللي فيها اللي هو الفيجا 11 فهو بيعادل اداء الجي تي اكس 650 تي اي، والجي تي اكس 750 تي اي اعلى منه في الاداء. بس الميزه في الفيجا 11 انه دعم دايركت اكس 12 1 بشكل رسمي، واللي بيديله الاريحيه في تشغيل الالعاب الحديثه، عكس الجي تي اكس 750 تي اي اللي بيدعم دايركت اكس 11-0. السؤال الرابع: عندي سؤال بس، انا لو عندي كارت عاوز باور 450 واط مثلا وانا مشغله على باور 400 واط، هل ممكن يعمل مشاكل او يقلل الاداء؟ مع العلم ان الكارت بيتطلب 8 بن وانا مديله 6 بن بس. خليني اشرح لك الموضوع بتلخيص. وصلة ال6 بن اخرها تدي للكارت 75 واط، زائد مدخل البي سي اي اي اكسبريس بيديله 75 واط برضه، اذا الكارت داخله 150 واط. لو الكارت بيسحب اقل من 150 واط مفيش مشكله ولا الاداء هيتاثر، انما لو الكارت بيسحب فوق ال 150 واط فانت كده بتدوس على الباور وبتضغط عليه بشكل مضر ليه. غير ان الكارت لو ما خدش الباور الكافي اللي محتاجه هيفصل منك وقت الضغط. وللعلم وصلة ال 8 بن بتقدر تدي للكارت 150 واط لوحدها، زائد ال 75 واط اللي جايين من البي سي اي اي، فالمجموع 225 واط، وده كافي لاي كارت بيسحب فوق ال 150 واط وزياده. وكنت افضل انك تكتب لي نوع الكارت. السؤال الخامس بيقول: نفسي اتعلم الصيانه، قول لي ازاي اتعلمتها وشكرا على شرحك الجميل. حبيب قلبي، بص، ألف ب صيانة شغل عملي، لو ما اشتغلتش بايدك مش هتتعلم، وطبيعي تغلط مرة واتنين حتى لو حد بيعلمك. حتة اتعلمتها منين؟ فده كان شغلي في وقت من الاوقات، غير ان انا عاشق للكمبيوتر من وانا 3 سنين. لو مش متوفر ليك شغل يعلمك فاليوتيوب ما خلاش حاجة، بس لازم 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 تشتغل يدوي وعملي بايدك. السؤال السادس: ايه ارخص كيسة لبرامج الجرافيك في حوالي 4000 ل 3000 جنيه؟ صعب تلاقي كيسه في السعر ده تشغل لك برامج الجرافيك باداء مستقر. ابتداء من 5000 جنيه وانت طالع، على الاقل يكون فيها كارت شاشه خارجي يكون على الاقل 2 جيجا، هيسد شويه، وهيكون بروسيسور انتل جيل رابع كور اي 5 ويكون باربع انويه. ما تستناش اداء مبهر، دي اقل مواصفات معقوله في الوقت الحالي باسعار اليومين دول. السؤال السابع: ايه افضل دراعات للكمبيوتر من وجهه نظرك او عن تجربه كقيمه مقابل سعر؟ ارشح لك
وبامتياز دراعات الاكس بوكس 360 عن تجربه كماسكه مريحه وعمر افتراضي طويل. وبالنسبه للسعر فوصل ل 350 جنيه دلوقتي تقريبا. السؤال الثامن، ايه ارخص كارت شاشه يعتمد عليه في 2024؟ هما كارتين بناء على تجاربي، الار اكس 570 والار اكس 580 نسخه ال 4 جيجا، كاداء في الالعاب ممتازين على اعدادات متوسطه، وده بالنسبه للالعاب الحديثه. السؤال التاسع، هل الاي 7 4790 والجي تي اكس 1060 6 جيجا ممتازين ل 2024 او عفى عنهم الزمن؟ كويسين جدا طبعا، والاثنين مع بعض بيقدروا يطلعوا اداء ممتاز في الالعاب الحديثه. السؤال العاشر، ايه افضل سماعه كمبيوتر في فئه ال 600 او ال 500 جنيه؟ شوف الانيكوما الكي 6 او الانيكوما اكس 10. السؤال ال 11، ايه افضل امكانيات ومواصفات كيسه في حدود ال 7000 جنيه واقدر اشغل عليها اندرويد ستوديو بشكل جيد؟ بعد اذنك كور اي 5 او كور اي 7 الجيل السادس، ويفضل يكون بروسيسور رباعي الانويه وب8 مسارات، ورشح لك الاي 7 6700. رامات طبعا ما تقلش عن 16 جيجا، وطبعا اس اس دي ده شيء اساسي مهما كانت مساحته، وطبعا الهارد باي مساحه انت عايزها، واي كارت شاشه يشغله حتى لو داخلي. اندرويد ستوديو مش بيحتاج كارت شاشه اصلا، اعتماده الاكبر على الرامات والبروسيسور. السؤال ال 12، ايه الاحسن، ان اجيب تجميعه اي بي يو رايزن 5 4650 جي ولا كيسه زد 240 مع كارت شاشه 1650 بلس؟ بالتوفيق حبيب قلبي. بصوا الموضوع محتاج شرح بسيط شويه. الرايزن 5 4650 جي هو اقوى بمراحل من اعلى بروسيسورين ممكن يركبوا على الزد 240، واللي هم الاي 7 7700 والزيون اي 3 1270 فيرجن 6. بس الجي تي اكس 1650 طبعا وقطعا اقوى من كارت الشاشه الداخلي بتاع رايزن واللي هو الفيجا 7، فانت هتبقى كسبان لو جبت الرايزن وجبت معاه كارت شاشه قوي. فخليك في الرايزن لو بتعمل شغل بيتطلب بروسيسور قوي ومش محتاج كارت شاشه قوي، او خليك في الزد 240 و1650 لو هتلعب، او لو هتعمل شغل متطلب كارت شاشه وبروسيسور كويس. وعلى فكره الجيل السابع من انتل مش وحش اطلاقا، بيسد في اي حاجه، بس الرايزن يتفوق عليه لانه معماريه احدث. السؤال ال 13، عايز اعرف معالج الكور اي 5 2540 ام حلو ولا مش قد كده؟ معالجات الجيل الثاني من انتل ما يعتمدش عليها في الوقت الحالي، وخصوصا البروسيسور اللي انت ذكرته، لانه بيجي بنواتين بس واربع مسارات، وعلى ما اظن ده خاص بلابتوب على ما اعتقد، فللاسف اخره تصفح وكتابه. السؤال ال 14، هل اليوتيوب مربح وازاي انجح في فتره قليله؟ سيادتك انت بتسال الشخص الغلط. انا لسه في بدايه مشواري على اليوتيوب، واجابه السؤال ده لسه بدري على ما اعرفها، بس نصيحه اخ لاخوه، عايز تنجح ما تقلدش حد واعمل محتوى يفيد، حتى لو مش هتلاقي دعم في الاول عادي، واحده واحده ربنا هيكرمك عشان بتفيد غيرك فعلا بمحتواك. السؤال ال 15، ايه احسن كومبو ماوس وكيبورد ب 800 جنيه؟ بصوا ما مش كومبو قوي، هو ارخص ماوس واحسن ماوس حاليا هو اللوجيتك جي 102 عامل 600 جنيه. اما بالنسبه للكيبورد فانت مش هتلاقي حاجه عامله 200 جنيه وتكون مرضيه عشان اكون صريح معاك. حتى كيبوردات الاولى اللي كنا بنقول عليها اقتصاديه وكمان مش بنرشحها للناس بسبب مشاكل السويتشات بقت معديه 350 جنيه. السؤال ال 16، عندي جهاز زد 230 باور 400 واط، حابب اطور الكارت من 1060 او 1060 ل 1660 او ار اكس 580، بس الباور مشكله، فهل في امل ان اغير الباور وهل هو مستحيل؟ وتنصحني ابيع بلاي ستيشن 4 وتجميعتي الحاليه واشتري كمبيوتر قوي ولا اشتري بي اس 5؟ عايزك ترجع للفيديو ده عندي هتلاقي حل لمشكلتك. وبالنسبه لموضوع بيع البيس 4 والكمبيوتر اللي عندك، لو جابوا ثمن البيس 5 وانت شخص بتستخدم الكمبيوتر في الجيمنج بس فهاته مفيش اي مشكله، انما لو انت شخص بتستخدم الكمبيوتر في اكتر من استخدام كشغل مونتاج وتصميمات وبرمجه مثلا، فالبلاي ستيشن مش هيكون مناسب ليك لانه منصه العاب بس. السؤال ال 17، معايا مبلغ 6000 جنيه، اشتري بي اس 4 مستعمل ولا تجميعه مستعمله، او اشتري تجميعه تكون جديده؟ نفس الاجابه، بتلعب بس هات بلاي ستيشن، هناك استخدامات اخرى هات كمبيوتر. وللعلم بس مفيش تجميعه جديده ب 6000 جنيه، يعني كنت اتمنى بصراحه. دور في المستعمل هتلاقي حاجات كويسه استيراد وتجميع. السؤال ال 18، ده مش سؤال ده غريزه، عندي سؤال بعد اذنك محيرني قوي جدا فوق ما تتصور. دلوقتي انا معايا تجميع قطع منها استيراد وتجميع واوريجينال وتعديلات من ايدي وحبشت كنات، ودي اول نقطه، ومعايا باور 500 واط فعلي 360 واط بس باور نضيف كولر ماستر. ازاي؟ ومركب كونفرت للباور بسبب ان البورده استيراد وانت فاهم طبعا، بس حاجه نظيفه. تاني نقطه،
ووصلة ساتا 3 في 1 عشان هحط 6 هاردات، و16 جيجا رام تردد 1600 ميجا هرتز، ومعالج اي 7 4790. وعاوز كارت يتناسب مع الامكانيات دي، ممكن ترجح لي كارت. وللعلم تهوية الكيسة عندي فوق الممتازة، وللعلم انا مشغل الكيسة على المواصفات دي اللي فوق حاليا ومفيش اي مشاكل، بس ناقص الكارت. هو الحقيقة معرفش ازاي باور 500 واط وفعلي 360 واط ومن كولر ماستر كمان. عامة انصحك تغير الباور ده بباور على الاقل 400 واط او 450 واط عشان تقدر تركب كارت شاشة. عندك الجي تي اكس 1060 نسخة ال 6 جيجا ونسخة ال 3 جيجا، عندك الجي تي اكس 1060 تي اي، عندك الار اكس 570 نسخة ال 4 جيجا لو الباور 400 واط، والار اكس 580 لو الباور 400 واط. السؤال ال 19، عاش ابو حميد حبيب قلبي والله، ايه رايك في الاتش بي 600 جي 1 ولو في بديل عنها للالعاب؟ هي ككيسه العاب فهي مش عمليه لسببين مرتبطين ببعض. اولا الباور بتاعه 320 واط ومش بيجي باي مخارج باور خارجيه لكارت الشاشه زي ال6 بن وال8 بن، وده السبب الثاني. فانت هتلجا لكروت الشاشه اللي مش بتحتاج مآخذ باور خارجيه ولا بتحتاج باور اعلى من باور يكون 300 واط زي ال 750 تي اي والجي تي اكس 1050 تي اي. وبالنسبه للبديل فهو مفيش بديل بنفس السعر اكيد، لانك هتدخل في دوامه انك لازم تجيب كيسه الباور بتاعها يكون على ال 400 واط وفيه 6 بن. السؤال ال 20 ومرتبط برضو بالسؤال اللي قبله، هو ال اتش بي 600 جي 1 ينفع يتغير لها باور واركب ار اكس 580؟ هو هينفع لو الكيسه طور، وهتحتاج بس كونفرت بيحول من وصلة باور 24 بن ل 6 بن. السؤال ال 21، عايز كيسة في فئة ال 5000 ينفع اشغل عليها بريمير كويس وبرامج المونتاج. اي كيسة من الجيل الرابع وانت طالع بكارت شاشة يكون على الاقل 2 جيجا ومن فئة الجي تي اكس هيقضي معاك الغرض، بس ما تحاولش تعمل مونتاج تقيل. السؤال ال 22، طب كنت عاوز اشتري كيسة زد 230 اتش بي، ايه رايك ولا بلاش؟ والله على حسب استخدامك ايه وهتشتريها بامكانيات ايه، ما اقدرش احدد اذا كانت هتبقى حلوه ولا وحشه من غير ما اعرف استخدامك وامكانياتها. السؤال ال 23، ينفع انقل بوردة اتش بي 600 جي 1 على كيسه جيمنج؟ يعني انقل المنديل دي؟ هو هينفع عادي بس لازم تنقل الباور بتاعها معاها. السؤال ال 24، تعرف التجميعه دي تعمل كام؟ كور اي 5 6500 16 جيجا رام وجي تي اكس 1650 4 جيجا وهارد 1 تيرا فوق ال 10500 جنيه تقريبا. السؤال ال 25، ممكن تفيدني مين بيبيع باور ورك ستيشن؟ لو انت من القاهره هتلاقي في مول البستان طلبه. السؤال ال 26، لو معايا تمن الزد 240 كور اي 7 اجيبها ولا ممكن ازود حاجات بسيطه واجيب تجميع جيل احدث حتى لو مش هجيب كارت دلوقتي؟ ايهما افضل قيمه مقابل سعر؟ خليك في الاستيراد عشان التجميعات اسعارها فوق. السؤال ال 27، طب ما ترشح كده تجميع اقدر اشتريها من مكان معين في حدود مثلا 15000 جنيه جيمنج، التجميعه تكون جديده لو سمحت. البادجت ده ما تجيبش جديد في التجميعات غير تجميعه اي بي يو. هات الرايزن 5 4600 جي، بروسيسور ب6 انويه و12 مسار، وبيجي بكارت شاشه داخلي الفيجا 7. وهات بورد ام اس اي اي 520 ام داش اي برو على حتتين رام 8 جيجا دي دي ار 4 بتردد 3200 ميجا هرتز، والمجموع النهائي 16 جيجا رام، واس اس دي 128 جيجا، وكيسه من زيجماتيك فانتوم ار جي بي ميد تاور على باور من ديب كول 500 واط 80 بلس برونز، هتبقى اقل كمان من 15 بحاجات بسيطه. اما تجيبها منين فمفيش ستور محدد اقدر اقول لك هات منه، لان مش شرط تلاقي كل قطعه عند ستور واحد. السؤال ال 28، طيب يا صاحبي انا قدامي كيسه كل حاجه فيها كويسه بس مفيش كارت شاشه، والمعالج بتاع الكيسه انتل كور اي 5 جيل 8 وبسعر 5000 جنيه ب 8 جيجا رام، فهل لو جبت كارت شاشه 1060 هل اقدر اشغل ريد ديد ريديمشن 2؟ رد بالله عليك، جيل 8 وب 5000 جنيه؟ بعيدا عن السعر، ريد ديد بالذات بقت بتحتاج رامات فوق ال 8 جيجا، ولو جيت تحسبها دلوقتي هتلاقي ان ويندوز 10 حاليا بقى بياخد 4 جيجا رام لوحده، فكده متبقي من ال 8 جيجا 4 جيجا للعبه، ودول غير كافيين ليه عشان تشتغل مستقره، فهات كمان حته 8 جيجا. وبالنسبه للكارت فانت ما حددتش نسخه ال 3 جيجا ولا نسخه ال 6 جيجا، ولا قلت لي الباور بتاع الكيسه كام واط، ولا قلت لي البروسيسور هو ايه غير ان هو كور اي 5 جيل 8. في تفاصيل كتير نسيت تذكرها. هي عامه اللعبه بتشتغل على ال 1060 ال 3 جيجا باداء حلو قوي على هاي. السؤال ال 29، عندي كيسه استيراد باور 180 واط وفيها معالج اي 3 900 اف، فايش في كروت مناسبه للكمبيوتر؟ للاسف الباور ضعيف جدا، فما قدامكش غير كروت الجي تي من انفيديا او كروت الاتش دي من اي ام دي، فانصحك بالجي تي 1030. السؤال ال 30، عاوز التجميعه دي انتل كور اي 5 12400 اف، ماذر بورد اتش 610، رام 8 جيجا دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز، هارد 500 جيجا، وكيسه ستورم اكس 4 فان اي ار جي بي بلس ريموت.
وباور سبلاي 550 واط 80 بلس برونز، وار اكس 590 8 جيجا. ايه رايك اجيبها ولا لا؟ تجميعه ممتازه ويا رب تتهنى بيها، بس نصيحتي ليك خلي الرامات 16 جيجا. السؤال ال 31، هل هيبقى في فرق في الاداء لو باور 365 واط ولا 400 واط احسن؟ الباور ما بيفرقش في الاداء، لا الباور ولا الهارد العادي. الباور لو مش كافي هيعمل مشاكل مع كارت الشاشه وقت الضغط. السؤال ال 32، معالج AMD A8 برو 7600 بي الجيل السابع ورامات 8 وهارد 500 جيجا وكارت AMD R7 1 جيجا، تشغل ايه؟ عد معايا: جي تي اي، فالورنت، بابجي موبايل، بيس 21، فيفا 19، فار كراي 3، ماكس بين 3، كول اوف ديوتي مودرن وورفير، كول اوف ديوتي انفينيتي وورفير، كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3، باتل فيلد 3 وباتل فيلد 4، توم بريدر 2013 وريز اوف توم بريدر. معظم الالعاب دي هتشتغل على اقل اعدادات بريزولوشن 720 او ريزولوشن 768 بي. السؤال ال 33، ايه رايك في الكيسه دي؟ ديل تي 3620 على حسب استخدامك ليها هو ايه. السؤال ال 34، كارت شاشه تنصحني بيه للزد 220 ورك ستيشن والبروسيسور انتل زيون 3.4 جيجا هرتز جيل رابع تقريبا، و4 جيجا رام وهارد 500 جيجا، جي تي اكس 750 تي اي، ال 1050، ال 1050 تي اي 1650، الار اكس 570. السؤال 35، لو سمحت انت افدتني جدا جدا جدا، الله يخليك يا رب حبيب قلبي، بس انا عايز اعرف مكان اروح اجيب منه الحاجات دي وانا بالاسكندريه. عندك مول سموحه، وده اللي انا اعرفه بصراحه لان انا من القاهره. السؤال ال 36، طب حضرتك لو كيسه زد 600 هل اقدر اعلي حاجه فيها؟ للاسف الكيسه دي قديمه قوي تقريبا من 2009، ومشكلتها ان هي بتدعم بروسيسورات الزيون بس، حتى ما ينفعش يركب عليها بروسيسورات انتل الاجيال الاولانيه الاول او الثاني حتى. فنصيحتي ليك بيعها باي مبلغ وهات اي كيسه تكون جيل ثاني او ثالث من انتل، هتبقى افضل بكتير منها. السؤال ال 37، ايه رايك في الكيسه دي؟ معالج اي 7 7700 وكارت 1660 سوبر، هل في توافق؟ متوافقين جدا. السؤال ال 38، حبيبي لو سمحت انا قدامي 3070 بسعر 14000 جنيه، ايه افضل خيارات لكروت الشاشه تتراوح بين 14 ل 16000 جنيه مع معالج جيل 10 اي 5؟ حلو جدا انك لقيت الكارت ده بالسعر ده، مفيش افضل منه في السوق الجديد بالاسعار دي حاليا اصلا. السؤال ال 39، اولا انا اول مره اشوفك وبجد تسلم ايدك على المحتوى والشرح الرائع، حبيبي تسلم. عندي جهاز استيراد اتش بي كور اي 7 جيل رابع، لو جبت له جي تي اكس 750 تي اي 2 جيجا هتكون تمام ولا اجيب كارت شاشه ايه؟ المشكله عندي الباور 320 واط وفي اجهزه عندي 270 واط، ايه افضل كارت يشتغل عندي؟ لان انا فاتح سايبر واغلب لعبه بتتلعب هي بابجي، لكن بتلاج والكيسه بتزن. شوف كارت الجي تي اكس 1060 بالنسبه للباورات اللي اعلى من 300 واط، اما بالنسبه للباورات ال 270 فخليك في ال 750 تي اي، بس خليك عارف ان اللعبه مش مستقره في المعتاد فمش مشكله جهاز لوحده. السؤال ال 40، انا عندي كيسه استيراد بمعالج اي ام دي A8 7600 كي برو بكارت شاشه داخلي 2 جيجا ورام 8 جيجا ومفيش اس اس دي، وعاوز اعدي او اعلي الاداء في الجيمنج من غير ما اجيب كارت شاشه خارجي، اتمنى الرد. لا انت كده عايز ساحر بصراحه، وللاسف لازم كارت شاشه خارجي. السؤال ال 41، انا عندي كيسه اتش بي 400 جي 1 ومعاها كارت 750 تي اي 2 جيجا، ازاي اطور فيها وازاي انقلها لكيسه ار جي بي؟ هات جي تي اكس 1060 نسخه المروحه الواحده. وبالنسبه لموضوع انك تلاقيها في كيسه ار جي بي فالموضوع يطول شرحه وانا حاطه في لسته الفيديوهات بتاعتي، بس اعرف اوفر كيسه استيراد وكيسه ار جي بي او كيسه جيمنج. السؤال 42، صوت الفيديو خرافي، شو اسم المايك؟ تحيه لك من المغرب. مايك بويا ام 1، وهتلاقي عندي في القناه فيديو مراجعه ليه هو والبي ام 800، لان انا من وجهه نظري شايف ان دول افضل مايكين ممكن تبدا بيهم على اليوتيوب، بيقدروا يطلعوا كواليتي مقبوله وسعرهم في نفس الوقت ممتاز. السؤال ال 43، عاش، انا اول مره اشوف فيديو ليك، حبيت اسلوبك ومحتواك واحلى اشتراك، حبيب قلبي والله. عندي سؤال، انت جبت كارت الشاشه اقل شويه عشان الباور، هل الباور اللي في الاستيراد ما بيتحدثش؟ ولو حابب اجيب حاجه اقوى عشان اعلي الفيجا وشكرا. شوف الفيديو اللي قبل اللي فات او اللي هيظهر فوق، هتعرف انه ينفع عادي بس هتجري بعض تعديلات. السؤال 44، طب ايه الافضل، اي 5 جين 7 او جيل السابع ولا الاي 3 الجيل ال 13؟ الاي 3 طبعا زي ما الراجل المحترم ده قال لك. السؤال 45، بص انا عندي اتش بي 705 جي 3، هل ممكن اركب كارت شاشه ار اكس 560 2 جيجا مروحه واحده وغير معالج واحط معالج اي 7 الجيل الرابع ولا لا؟ ارجو الرد بسرعه. الكيسه دي بتيجي ببروسيسور اي ام دي فما ينفعش تركب عليها بروسيسور انتل لان ده سوكت وده سوكت تاني خالص، وانصحك تشوف الفيديو اللي بشرح فيه سوكت البروسيسورات هتلاقيه ظهر فوق. ينفع تركب
ار اكس 560. ووصلنا لاخر الاسئله وتمت الحمد لله بدون اي كوارث والفيديو مشي حلو. على فكره دي تالت مره تقريبا كنت اصور الفيديو ده، واللي متابعني على الفيسبوك ومتابع الكوميونتي بتاع اليوتيوب هيعرف ليه دي تالت مره بسجل فيه الفيديو ده. سامحني لو السؤال بتاعك انا مجاوبتش عليه، بس كنت على قد ما بقدر بحاول اساعد الكل. ما تنسانيش في متابعه لايك للفيديو واشتراك في القناه، ولو انت بتتفرج على الفيسبوك فما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو عشان فعلا الواحد بيتعب عشان يعمل محتوى يفيد بغيره. فتقديرك البسيط لو كومنت حلو منك بيهون علينا التعب ده كله. هتلاقي في اول كومنت تحت لينكات لكل اكونتاتي تيك توك انستجرام فيسبوك، تابعني عليهم لو حابب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. وفولو الكمبيوترنج.